ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لا تنظروا الى صيام احد ولا الى صلاته، ولكن انظروا الى اذا من حدث صدق، واذا اؤتمن ادى، واذا اشقى اي هم بالمعصيه ورع. هنلاقي في الحكمه دي قد ايه هي بتلخص نظرتنا للناس اللي حوالينا. ممكن تلاقي حد يكون متدين، باين ان هو متدين، شخص بتشوفه بيصلي الصلاة في وقتها، بيبين ان هو بيتصدق قدام الناس، بيبين ان هو اقرب لربنا قدام الناس. بس في الحقيقة تيجي تتعامل معاه في الحياة الطبيعية تلاقيه شخص كذاب، شخص منافق، شخص بيظهر حاجة عكس اللي جواه تماما، وان هو بس لابس قناع عكس خالص ما هو في الحقيقة شخصيته عاملة ازاي. وعلى النقيض ممكن تلاقي حد بيحاول ان هو يجاهد نفسه في علاقته بربنا، ممكن يصلي صلاة وتقع منه صلاة تانية، ممكن يعمل خير بس مش عارف ينتظم عليه، دايما في جهاد مستمر، وتلاقي ان انت بتحكم عليه ان هو شخص سيء جدا او ان هو شخص اصلا بعيد عن ربنا، بالرغم ان انت ما تعرفش هو علاقته بربنا الحقيقية عاملة ازاي. ممكن يكون في حياته اصلا شخص صادق جدا، شخص بيحاول ان هو يساعد اللي حواليه، جدع جدا مع الناس اللي حواليه، مش منافق، شخص دايما جواه حاجة نظيفة وحاجة طيبة، بس انت حكمت باللي ظاهر ان هو ده مش قريب من ربنا، وان ده قريب من ربنا، وان ده مكانته كويسة، وان ده مكانته مش كويسة عند ربنا. بلاش نحكم بالمظاهر، بلاش نشوف حد احنا بس مجرد من نظرتنا اللي احنا شايفينها نحكم ان احنا احسن منه او انا اقرب من ربنا. والاكتر من كده كمان ان احنا اوقات كتير قوي نحكم على الشخص اللي بيجاهد نفسه في علاقته بربنا ان هو شخص مش كويس، ده هو اللي منافق. لا، الطبيعي ان انت بتجاهد نفسك، الطبيعي ان انت على طول دايما عايز تقرب من ربنا، بتقوم وتقع. مش معنى كلامي ده ان الناس المتدينة او اللي ظاهر عليها التدين ان هي كلها فيها نفاق، لا طبعا في ناس بتبقى متدينة من بره ومن جوه، وربنا يرزقنا ونبقى شبههم. بس انا بتكلم على الناس اللي دايما بتظهر الحاجة عكس اللي جواها. كلمة أخيرة حابة أقولها، وهي كلنا بنجاهد نفسنا، كلنا بنجاهد الشيطان، كلنا دايما بنقوم ونقع، ونفسنا ان احنا نقرب لربنا 1000 خطوة لقدام. خلونا رحيمين ببعض وبلاش نحكم على بعض، وربنا يهدينا جميعا في حياتنا ويغفر لنا كل ذنوبنا ويقربنا اكتر لربنا. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.